تنظيم قطر كأس العالم سينجح ولا لا؟ لا أكيد إن شاء الله راح ينجح. هو قطر أول دولة عربية أخذت إنه استضافت كأس العالم، نتمنى إن شاء الله إنه ينجح كأس العالم في قطر، دولة عربية تمثل كل الدول العربية إن شاء الله، وقطر إن شاء الله قدها، والملاعب اللي فتحتها قطر كتير كويسة. طيب الفريق مؤهل ربع كأس العالم؟ هلا عندك فرق كتير كبيرة وأسماء في كل فريق، يعني عنده أسماء كتير كبيرة والنجوم عالم. هلا كوني أنا مشجع أرجنتيني فمستحيل غير الأرجنتين بقيادة ميسي، دي بول، دي ماريا، ديبالا، يعني فريق كتير كويس. وهلا كمان ما ننسى بطل النسخة الماضية فرنسا سنة 2018 كمان كان فريق قوي كتير. فما بتحسن إنه تحدد فريق، بس إن شاء الله الأرجنتين، وفي البرازيل بأسماء جديدة واللاعبين الشباب اللي عندها، وفي فرق كتير كمان. البرتغال اليوم، البرتغال فريق متكامل من كان خط هجوم، خط وسط، دفاع، كلها لاعيبة أندية أوروبية، أندية إنجليزية أكثر. يعني سيتي بطل الدوري الإنجليزي هاك السنة كان في عندها 3-4 لاعيبة، في اليونايتد في لاعيبة كتير كويسة بالبرتغال. هل توقعاتك أن قطر ستنجح في تنظيم كأس العالم؟ بإذن الله ستنجح. قطر دولة عربية وعندها حضارة، يعني بإذن الله راح تنجح. طيب توقعاتك لربح كأس العالم أي فريق؟ بتوقع البرازيل إن شاء الله، لأن أغلب لاعبين من ريال مدريد، وأنا مشجع ريال مدريد، وعندهم موهبة الشباب من رودريجو، فينيسيوس، نيمار، إن شاء الله يعني البرازيل. هل ستنجح قطر بتنظيم كأس العالم؟ أكيد، يعني بكونه أول كأس عالم يقام بدولة عربية، وقطر يعني عندها كل الإمكانيات من الناحية المادية والمعنوية بكل النواحي، فأكيد رح ينجح إن شاء الله. طيب ما هو الفريق المؤهل ليأخذ كأس العالم؟ هلا كثار، يعني السنة كأس العالم رح يكون قوي كثير، بس يعني الأغلب المرشح من فرنسا، البرتغال والأرجنتين، بكون إنه آخر كأس عالم لميسي ورونالدو، رح تكون انتفاضة يعني قوية من اللاعبين، وفي كمان كرواتيا وبس. بإذن الله يعني قطر راح تنجح في كأس العالم رغم الحملة الممنهجة من الغرب لقطر بتنظيم كأس العالم، ولكن بإذن الله راح يكون في نجاح قوي بإذن الله تعالى. الفريق المؤهل لكأس العالم بقطر ياخذ البطولة هن 4 فرق: الأرجنتين، البرازيل، فرنسا، ألمانيا. بس يعني في تقارب بيناتهم، ولكن أنا يعني برشح ألمانيا رقم 1 إن شاء الله. بالنسبة لقدرة قطر على إنجاحها في تنظيم بطولة كأس العالم، هلا نحن بنقول إن شاء الله إنه هي رح تنجح في تنظيم البطولة رغم الحملات اللي عم يقودها الغرب في محاولة إفشالها التنظيم. عم تحاول كثير تعرض الطابع الإسلامي ونشر الدعوة الإسلامية للجماهير اللي جاي تشجع والفرق، وهذا الشيء كأنه عم يغيظ الدول الأوروبية بشكل كبير، ولكن إن شاء الله رح تنجح وراح تتفوق على كل الصعوبات. بالنسبة للفريق اللي برأيي الشخصي بشوفه مؤهل ياخذ البطولة هو فريق البرازيل إن شاء الله.